يقد ما يوفر لي حاجات، ولكن ما يقد يتخلى عليه، يطيح وينوض ويدير صفاقات وكذا ويتسلف ويتكلف ويدير مشاريع وهذه باش يوفر الابناء ديالو مستقبلهم. هذه هي الملكيه. الفرق اللي بين الملكية والجمهورية، الفرق اللي بين الملكية والجمهورية يا أبا جهل كيف واحد عنده باه وواحد عنده راجل أمه. واحد عنده راجل أمه جايبه مصالح شخصية فقط لا غير، ما جاي علشان جمال أمك ولا علشان مستقبلك أنت ولا على شيء أي شيء لك أنت، جاي علشان مصالح شخصية ديالو. والملكية كيف واحد عنده باه يقد ما يوفر لي حاجات، يقد ما يوفر لي حاجات، ولكن ما يقد يتخلى عليه، يطيح وينوض ويدير صفاقات وكذا ويتسلف ويتكلف ويدير مشاريع وهذه باش يوفر الابناء ديالو مستقبلهم. هذه هي الملكيه. الملكيه كيف واحد عنده با كيطيح وينوض ما يقد يسمح في الابناء ديالو والام ديالهم اللي هي الوطن. انا نفهمها لك بهذا المفهوم هذا. انت اللي كتخرج بالفيديوهات كتحصد تحش الخضر واليابس بالجمل وما جمل. والجمهوريه كيف واحد عنده راجل مو جايبه مصالح شخصيه زلال يجي يقضي غراضه ودائما داير في باله ان يوم من الايام غلط بسيط يخلق له مشكل راح يطردوا الام وتطلق عليه ولادها ويجريوا عليه ويروح يهز صاكو ويروح يمشي بحاله. هذه هي الجمهوريه. الجمهوريه دائما واحد داخل واحد خارج، يوم من الايام كيطلع له الدم يزعفه وما يوفرش ما يوفرش المستقبل الابناء ديال الزوجه غتجري عليه. هذه هي الجمهوريه. الجمهوريه بحال وحده هجاله، ديما كيجي واحد داخل ما وفرش لها مستقبلها ومستقبل ولادها كتطلق ولادها عليه كينوضوا كيجريو عليه كيمشيو بحالتهم. اما بالنسبه للملكيه بحال واحد عنده الاب ديالو يقد ما يوفرش له حاجات، ولكن ما يقد يتخلى عليه، ما يقد يسمح فيه، يدير صفقات ويطيح وينوض ويدير مشاريع ويدير كذا ويدير كذا باش يوفر الابناء ديالو والام ديالهم مستقبل ديالهم. هذه هي الملكيه. يا ابا جهل انت اللي تخرج بالفيديوهات كل يوم وتقول فينا كلام طايح وكذا وانتم كذا وانتم ماشي كيفنا وحنا كذا، فعلا نحن ماشي كيفكم يا اخي، احنا ماشي كيفكم. واش واحد عنده باه عنده شرف بحال واحد ما عنده شرف ما عنده باه عنده راجل امه كل يوم داخل عندهم واحد جديد للدار زلال؟ راه لا يمكن يا اخي، والله ما يمكن. واحد عنده زلال في الدار ماشي بحال واحد عنده باه شرف تاج فوق الراس. الاب ديالك ديما كيبقى شرف فوق راسك، واخا تكون عندكم غير حصيره في الدار، تكون عندكم حصيره في المنزل ديالكم كتبقى عندك شرف عندك باك، ماشي بحال واحد عنده راجل امه. راجل امك ديما كيشوف فيك بنظره خايبه، ديما ندير الحساب انك يوم من الايام غتنوض ضده. نشرحها لك بهذا المفهوم. واحد عنده راجل امه بحال الجمهوريه، الجمهوريه بحال واحد عنده راجل امه. راجل امه ديما كيشوف فيه بواحد النظره انه غدا ولا بعدو غادي ينوض يشعل معاه، غادي يتهز معاه، غادي يختلفوا، غادي تنوض الام غتجي من جهه الابناء ديالها، لان ما عمر الام غتجي من جهه الزوج ديالها، ديما كتجي من جهه الابناء ديالها، لان هذاك غير راجل امهم ماشي غير مدخلاه تمايا ما دار شيء. المراه ديما كتبغي واحد تحتمي به يكون راجل ويكون شخصيه ويكون همه وشان يوفر لها مستقبلها ومستقبل اولادها.